بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديدة. اليوم ان شاء الله راح نحضر مع بعض المسمن على الطريقة التقليدية بدون اي اضافات، سهل وناجح باذن الله. راح نحضره معاكم خطوة بخطوة باش كذلك المبتدئات يستفيدوا. نتمنى الفيديو نتاع اليوم يعجبكم. شوفوا كيفاش يجي معنا المسمن. رايح يجي معانا المسمن مورق وطري، طريقة سهلة من دون أي إضافات. نروحوا نبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. عندنا هنايا نحتاجو سميد، رايحين نلموه بالماء. انا كما تعودتوا عليا انا ما نضيفش الملح في البداية كما شفتوا الفيديو تاع الشخشوخة. حنلموا العجين وراح نخليه يريح. هنايا درت سميد وحده، ماذا بكم عود سميد اكسترا فين وعود سميد رطب. هنايا بعد ما ريحت معايا العجينه رايحه ندلكها شويه، ومن بعد راح نذوب الملح ونكمل ندلكها حتى العجينه تاعنا تولي رطبه. نواصلوا في الدلك حتى نوصل القوام اللي نحوسوا عليه. هنايا بعد ما دلكتها مليح رايحه نديرها كويرات ونخليها تريح حتى الوقت اللي نعود راح نطيبها. هنا اني درت البلاطو فيه الزيت والكرات تاعي غطستهم في الزيت ورايحين نبداو. هنا جبت لكم ورق الطهي باه المبتدئات يجيهم ساهل. راح نحلو العجينه تاعنا، ندهنوها طبعا ورق الطهي بالزيت ورايحين نحلو العجينه تاعنا. شوفوا ميم راه سميد قاعد سميد ارطب ماهيش راح تقطع معايا العجينه. رايحين نطووها على 4 كما نعرفوا كامل كيفاش نطوو المسمن. ورايحين نديروها طيب. هذه الطريقه الاولى نتاع اللي يحب يدير مسمنه واحده مش مورقه. نروح نشوفوا الطريقه الثانيه. راح نحل معاكم كره واحده اخرى نحلوها بنفس الطريقه. رايحين نطيبوها. وهنا ديجا نكونوا وجدنا بعد ما نطيبوها نكونوا وجدنا حلينا كرة ثانية باش كيطيب معنا المسمن. رايحين نطوي عليه هذيك الكرة اللي حليناها. وكي تتبعوا معايا الفيديو راح تفهموا واش راني نقول. هنا نديرها الطيب. هنا بعد ما طيب معايا راح نكون ديجا كما قلت لكم وجدت العجين حليته، وراح نحط هذيك المسمنه وراح نطوي عليها العجين كما راه يبان لكم في الفيديو. الفيديو موضح كل شيء ان شاء الله تكونوا فهمتوني. راح نطيبوها وراح نحل كرة ثالثة وراح ندير فيها. وهنايا اللي يحب يكتفي يدير بزوج، اللي يحب يخلي وحده، واللي يحب يدير 3 كما راح ندير انايا. هنايا وصلنا لنهاية الفيديو. ها هو المسمن تاعي بعد ما طيبتهم كامل وجدتهم كما قلت لك يمكنك تحتفظي بهم في المجمد، تعودي حابه تاكليهم تجبديهم ديكونجليهم وتسخنيهم رايحين يرجعوا جدد كانك غير كما طيبتيهم. هنا المشتركات تاعي نقول لهم شكرا على غالياتي على التعليق الزين تاعكم، واللي ما اشتركتش معايا نقولها فعلي الجرس واشتركي باش يوصلك كل جديد. والجدد نقول لهم مرحبا بكم، شرفتمونا في قناتي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وصفاتي، ولكم الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم من لا كافي له ولا مأوي. ربي ان شاء الله يدوم علينا وعليكم النعمه. سلام، الى الملتقى في فيديو جديد.